أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، نحن هنا في تلفزيون الوحدة للدراسات الإسلامية في قناة يعني الوحدة، وعندنا ضيف كريم اسمه السيد حداد، ويحدثنا اليوم حول علو الهمة، فليتفضل مشكورا إن شاء الله. الحمد لله الواحد الأحد، رافع السماء بلا عمد، وباسط الأرض على ماء جمد، مقسم الأرزاق ولم ينس أحد. يا رب بقل هو الله أحد، لا تحوجنا لأحد، واغننا بها عن كل أحد، ولا تكلنا إلى أحد. يا من إليه المستند وعليه المعتمد، يا عاليا فوق العلا فرد صمد. يا سيدي خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد، ونجنا يا رب من كل ضيق ونكد، واغفر لنا ذنوبنا بسر قولك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن علو الهمة خلق من خلق الإسلام التي ينبغي أن يتصف بها المؤمن. وهنا نقف مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا فيه مثلا عندما قال لأصحابه: أعجزتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل، أو أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل. فما سبب ورود هذا المثل، وما قصة هذه العجوز التي سبقت بهمتها همم الرجال، بل سبقت بهمتها همم الشباب في عصرنا الحالي؟ الحديث كما جاء عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أعرابيا فأكرمه، أي أكرم الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتنا من باب إسداء المعروف إلى أهله ورد الجميل لأهله. فكان صلى الله عليه وسلم لا يحسن إليه إنسانا ولا يسدي إليه إنسان معروفا ما إلا أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ومرت الأيام وأتى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: سل حاجتك. فقال له الأعرابي عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك، قال له الأعرابي: ماذا؟ قال له الأعرابي: أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقه في الجنة، وهي فرصة عظيمة ربما لا تتكرر، فإن الذي يطلب منه أن يسأله إنما هو رسول الله، ومكانه من ربه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقال له: أعنز يحلبها أهلي وناقة نركبها. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال: سل حاجتك أيها الأعرابي. فقال: ناقة نركبها وأعنز يحلبها أهلي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى صحابته الكرام وقال لهم مستنكرا على هذا الأعرابي: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال الصحابة الكرام: ومن هي عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة، فقال فيها وخلاصتها: إن موسى عليه السلام لما سار ببني إسرائيل من أرض مصر ضلوا الطريق، أي أخطأوا الطريق وتاهوا في الطريق. فقال سيدنا موسى: ما هذا؟ فقال علماؤهم، أي علماء بني إسرائيل: إن يوسف عليه السلام قد أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من أرض مصر إلا أن ننقل عظامه معنا. وهنا من باب المجاز من إطلاق الجزء وإرادة الكل، أي لا نخرج من مصر إلا وأن نحمل جسده معنا. فقال سيدنا موسى عليه السلام: ومن يعرف قبر يوسف؟ فقال: يعرف ذلك عجوز بني إسرائيل. فأرسل إليها موسى عليه السلام، فلما أتته قال لها: يا أمة الله،
أين قبر يوسف عليه السلام؟ فقالت له لا أخبرك حتى تعطيني حكمي. فقال لها وما حكمك؟ قالت له أسألك مرافقتك في الجنة. فكره سيدنا موسى ذلك، فأوحى الله له إليه أن لب لها طلبها وأعطها حكمها. ففعل سيدنا موسى، فأخذتهم إلى بحيرة أي مكان مستنقع به ماء، فقالت لهم أنضبوا هذا الماء أي أخرجوا وأفرغوا هذا الماء. فلما أنضبوه إذا بهم يروا جسد يوسف عليه السلام، فقالت لهم أقلوها أي أخرجوها. فلما أخرجوها وإذا الطريق مثل ضوء النهار فاهتدوا إلى الطريق، فقال النبي كلمته المشهورة أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل. هنا يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أمرا في غاية الأهمية، ألا وهو أن المؤمن لا بد أن يكون عالي الهمة، وأن يطلب من الأمور أعلاها وأفضلها وأشرفها، وألا يرضى بأقلها وأخسها، وأن ينظر فيما هو خير له. وعلو الهمة أو الأمور العالية التي تكون فيها الهمة عالية هو كل أمر يوصلك أو يوصلك إلى الدار الآخرة، إلى أن تدخل الجنة مع رسول الله ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، سواء كان هذا الأمر أمرا دنيويا أم أمرا أخرويا. طالما أن الأمر الدنيوي أمرا حلالا ومشروعا وابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، فهو بإذن الله يوصلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهنا أذكر سيدنا كعب رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا أحد الصحابة الكرام، حينما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخدم النبي، سيدنا كعب بن مالك كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مرة من المرات قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا الله له. فأراد النبي أن يكافئ كعبا على خدمته، فقال له سلني يا كعب، فوالله ما تسألني شيئا إلا أعطيتك إياه. فقال له سيدنا كعب يا رسول الله اتركني أنظرني، كما في رواية الإمام أحمد أنظرني حتى أنظر في أمري. فرجع سيدنا كعب إلى أمره وتفكر وقال نظرت إلى نفسي وإلى حالي فعلمت أن الدنيا منقطعة زائلة، وأن لي فيها رزقا سيأتيني ويكفيني، فقلت أسأل رسول الله شيئا لأمر آخرتي فهو من هو بقربه من الله عز وجل. فلما أتى الصباح ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا فعلت يا كعب؟ فقال سيدنا كعب رضي الله عنه وأرضاه أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال أو غير ذلك يا كعب أو غير ذلك؟ فقال له لا غير ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إذن فأعني على ذلك بكثرة السجود لله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا بد أن يكون ذو همة عالية، وألا يرضى من الأمور بأقلها كما قلنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا قائلا لنا إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وأختم بهذا الأثر عن سيدنا رجاء بن حيوة، كان وزيرا لسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. قال سيدنا رجاء يقول كنت مع عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة المنورة، فأرسلني في شراء ثوب له، فاشتريت له الثوب ب500 درهم، ثم عدت إليه فلما نظر في الثوب أعجبه وقال له إنه حسن لولا أنه رخيص الثمن. تأملوا هذا الكلام، ثوب ب500 درهم قال له إنه حسن لولا أنه عيبه أنه رخيص الثمن. ومرت الأيام
وعين سيدنا عمر بن عبد العزيز خليفة للمسلمين، وأرسل سيدنا رجاء لكي يشتري له ثوبا وهو خليفة للمسلمين، يقول سيدنا رجاء: فاشتريت الثوب ب5 دراهم. تأملوا، اشتريت الثوب ب5 دراهم. عندما كان وليا على المدينة أمر بسيط، كان يتمتع بالدنيا وكان بماله الحلال، ولكن لما عين خليفة رد المال كله إلى بيت مال المسلمين، فاشتريت له ثوبا ب5 دراهم. في البداية 500 وهنا ب5 دراهم، فأعجبه الثوب وقال: لولا أنه غالي الثمن. لا إله إلا الله. يقول رجاء: فبكيت بكاء شديدا، فقال سيدنا عمر لسيدنا رجاء: ما يبكيك يا رجاء؟ قال له: تذكرت منذ عدة أعوام لما أرسلتني لأشتري لك ثوبا فاشتريته ب500 درهم، فقلت لي إنه حسن لولا أنه غالي الثمن، وهنا لولا أنه رخيص الثمن، وهنا تقول إنه حسن لولا أنه غالي الثمن. وهنا قال سيدنا عمر بن عبد العزيز لسيدنا رجاء كلمته المشهورة حينما قال له: يا رجاء، إن لي نفس طواقة لا تحقق شيئا إلا وطاقت لما هو أفضل منه. طاقت نفسي للزواج من ابنة عمي فتزوجتها، ثم طاقت نفسي للإمارة فوليتها، ثم طاقت نفسي للخلافة فنلتها، وها أنا الآن طاقت نفسي إلى الجنة، فأرجو الله أن أكون من أهلها. هكذا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤمن عالي الهمة يطلب من الله عز وجل معالي الأمور. إذا طلبتم من الله الجنة أو إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يحسن خاتمتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابعونا على قناة TV قناة الوحدة.